وأنا بس عايز أقول لإخواتي في صول، إخواتي المسلمين في صول يعني، وبقول لإخواتي بكل الحب حقيقي يعني، إن الإسلام زي ما شفناه وعهدناه كان ماشي بالمحبة والعدل مع بعض. مثلا عمر بن الخطاب مرضيش يصلي في كنيسة القيامة، قال لحسن يفهموا إن أنا هحولها إلى مسجد. منتهى المحبة ومنتهى الحكمة. لما كان نايم تحت شجرة بدون حراسة، فواحد معدي من الإعرابيين فقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فأنا بالمحبة إن شاء الله نبني مش بس كنيسة وجامع، لكن نبني علاقة جميلة ونبني مصر كلها. احنا ليه نسينا ان عمرو بن العاص هو اللي رجع البطرك بتاعنا الكرسي؟ لما جه كان في بطرك دخيل يوناني فرض علينا واضطهدنا، تصوروا، مسيحي واضطهدنا، لدرجة ان البطرك اختفى والأسقفة اختفوا من كتر الاضطهاد. رجع عمرو بن العاص قال لهم فين، وجابوا ورجعوا كرسي وأعاد له كل كنائسه. حاجة جميلة، هو ده الإسلام. فعشان خاطر ربنا حققوا الإسلام الحلو اللي احنا عشناه مع بعض. ربنا طول عمره مبارك مصر، وطول عمر مصر احنا عايشين مع بعض. احنا وقفنا مع بعض ضد الفرنساويين وضد الإنجليز وضد الصليبيين، وصلاح الدين الأيوبي ادانا دير السلطان في القدس هدية للأقباط.